خلصنا الفطير. طبعا ده يا جماعه زبونه لها الفطير بتاعها هتاخده وهتاخد على الصينيه بتاعتها زي نظام زمان بقى انتوا عارفين اهو. ده الفطير ما شاء الله اهو. ما شاء الله. ده ارضيته يا جماعه الفطير اهو. هنبدا نرصه في الصينيه. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مطبخ نادي السلمان. ان شاء الله النهارده هنعمل مع حضراتكم طريقه عمل الفطير المشلتت. ان شاء الله هنعمل مع حضراتكم كورس مفصل لطريقه عمل الفطير المشلتت ان شاء الله عشان الساده المشاهدين. هنعمله معاكم بقى بكل التفاصيل. لو الفيديو طول شويه ما تقلقوش لان احنا هنتكلم في كل التكات والتفاصيل اللي هي بتاعه نجاح الفطير المشلتت. وان شاء الله اللي بيشوفنا النهارده هيعمل الفطير بعد كده بكل سهوله ببساطه. معايا حوالي كيلو 800 دقيق، معايا 200 جرام سكر، 20 جرام ملح، معايا 70-80 جرام زيت او ملي زيت، معايا 600 جرام زبده مارجرين بتاعه التوريق. بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله هنعمل مع حضراتكم طريقه الفطير. تابعونا للنهايه. طبعا يا جماعه ده نوعيه الدقيق اللي احنا هنشتغل بيه اسمه الكوثر. الدقيق اسمه الكوثر. ده طبعا عرقه ضعيف شويه، ما هوش عامل زي مش عرقه قوي. ان شاء الله يطلع معانا الفطير ان شاء الله ما بيمطش ولا حاجه. ده شكل الشكاره يا جماعه اهو. اول حاجه هننزل بشويه ميه الاول، بشويه ميه بسيطين مش كتر الميه يا جماعه عشان بس نقلب فيهم السكر والملح. وده طبعا معاه السكر اهوت 180 جرام. طبعا يا جماعه احنا عاجنين كيلو 800 جرام دقيق. ومعايا الملح حوالي 120 جرام ملح اهو. ومعايا البيضه. خلاص السكر والملح والجو في الميه مع البيض. هبدا انزل بالدقيق بتاعي. عشان حضراتكم شايفين العجينه كده اهيت مسكت نفسها بس جامده اهو. في المرحله دي بقى طبعا الدقيق اختفى مع الميه، بس العجينه زي ما انتوا حضراتكم شايفين عامله ازاي جامده. هبدا اعمل ايه؟ هبدا بقى انزل عليها بالزيت. الزيت هيبدا ينعمها. انا ماشي معاكم ان شاء الله بطريقه عمل الفطير الصح بتاع المخابز وبتاع اكبر الاماكن، وان شاء الله يطلع معانا احلى فطير ان شاء الله. اول حاجه هنعملها دلوقتي انزل بالزيت يا جماعه اهو. حوالي من 80 جرام زيت. وهبدا الزيت هينعم العجينه. طبعا كده يا جماعه العجينه اهيت ما شاء الله. كده العجينه نعمت اهيت وفي نفس الوقت جامده، يعني ماسكه نفسها اهي لا بتلزق ولا حاجه. كده العجينه ممتازه 100%. العجين ناعم وفي نفس الوقت ما هوش طري ما بيلزقش اهو. شايفين ما بيلزقش. ده العجين الفطير الصح. كده العجينه مظبوطه 100%. هنبدا بقى نشتغل فيها. اول حاجه هنعملها دلوقتي هبدا اجيب نقطه زيت اهو. هبدا امسح الرخامه بتاعتي بالزيت واحط العجينه اهو. وهبدا ان انا وش العجينه كده برضه همسحه بالزيت عشان الوش ما ينشفش. الدقيق اللي احنا شغالين ده يا جماعه اسمه الكوثر زي ما ورينا حضراتكم الشجره. الدقيق ان شاء الله يعني ما عرقه ضعيف شويه فما بنريحش كتير، يعني 10 دقايق ان شاء الله نبدا نفردها نحط فيها الزبده بتاعتنا وهنرجع لكم تاني بعد ما تريح 10 دقايق. طبعا حضراتكم شفتوا العجينه اهوت بعد 10 دقايق ما شاء الله العجين ساب نفسه شويه وبقى حلو، وفي نفس الوقت ما يسيبش نفسه هو يا جماعه، ما يبقاش يعني سايح قوي يعني اهو. فك بس الشده بتاعته لان هو عرقه مش شديد قوي زي ما قلنا لحضراتكم. هبدا ان انا افرد العجين اللي حضراتكم شايفين بيطلع معايا اهو. بيفرد معايا بالراحه وماشي معايا ما شاء الله يعني تمام. في عود بسيط خالص وده انا عايزه. لازم العود البسيط ده يا جماعه يبقى متواجد معايا في كل المراحل عشان الفطيره ما تبقاش ميته، تبقى حيه قدامي. كده يا جماعه خلاص كده الفطيره اللي حضراتكم شايفينها كده عملناها ربعناها قدامنا اهيت. السمك بتاعها اهو يعني حوالي اقل من سنتي وازيد من نص زي ما حضراتكم شايفين كده. مش رقيقه قوي عشان خاطر برضه يبقى في سماكه الفطير دي برضه تبقى مع الزبده تشرب في بعضها، العجين كله يشرب من بعضه. هبدا دلوقتي ان شاء الله اجيب الزبده بتاعتي. الزبده اهي يا جماعه دي زبده التوريق اللي هي موجوده في السوق كله، دي اللي موجوده في مصر كلها اهي. دي معموله مخصوص للتوريق اهي. زبده الطاهي دي حوالي 600 جرام على الكيلو 800 جرام دقيق اللي احنا عجناهم في العجين ده، دول 600 جرام. هبدا ان انا طبعا احنا في الصيف فطبعا الزبده ما بتبقاش جامده زي الشتاء اهي، مرهميه عامله زي الصلصال بالظبط اهي. هبدا ان انا اهو اعمل طبقه من الزبده على وش العجين زي ما حضراتكم شايفين كده.
طبعا كده فردنا الزبده على وش العجينه يا جماعه، مفيش حته مفيش فيها زبده، كل عملنا وش من الزبده على وش العجينه. هبدا اجي من على الطرف زي كده يا جماعه اهي، وهبدا اعمل رول صغير كده من الطرف كده، هبدا الف العجينه رول بس ما اسيبش فيها هواء، يعني الف زي كده اعصبها وابدا ان انا اشدها سنه بسيطه كده، اشد بالراحه كده عشان الهواء لو فيها يروح اهو، بحيث ان الرول ما يبقاش فيه اي هواء خالص. وده برضه من ضمن نجاح الفطير المشلتت اهو. دي التوريقه ده يا جماعه، اللف الرول ده هو ده الطبقات بتاعه الفطيره، هو دي التوريقه بتاع الفطير اهو. زي ما حضراتكم شايفين الموضوع سهل وبسيط، وان شاء الله يطلع معانا احلى فطير. اهم حاجه في الفطير نوعيه الدقيق والطريقه اللي حضراتكم شايفينها قدامكم سهله وبسيطه اهو. هبدا بس امشي على الرول كده بحيث ان هو يمسك في بعضه، اسويه بس كده قدامي اهو، لفيناها رول كده، الزبده بقت من جواها زي ما حضراتكم شايفين اهي. دي الطبقات بتاعه الفطير. طبعا احنا شغالين معاكم واحده واحده، احنا عملنا الفطير قبل كده يا جماعه، بس ان شاء الله في الفيديو ده بنحاول ان احنا نقول لكم كل التفاصيل وكل التكات بتاع نجاح الفطير المشلتت بتاع المخابز وبتاع المحلات، وان شاء الله يطلع معانا مظبوط 100%. هبدا ان انا اقطع نص كيلو اهو العجينه نص، زي ما حضراتكم شايفين شكل العجينه عامل ازاي. دي التوريقه يا جماعه بتاعه الفطير المشلتت ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه على الميزان 500 جرام نص كيلو. هبدا اقطع العجين على نفس النار، على الميزان اهو. طبعا احنا قررنا يا جماعه 6 فطيرات، عملنا 5 مقاس نص كيلو، وديت حوالي مقاس كيلو، ديت الكبيره شويه انا عاملها برضه الواحد، يعني طبعا دي سعر ودي سعر، دي قد دي مرتين، دي وزن كيلو، دي وزن نص كيلو قطعه من دي، زي ما حضراتكم شايفين اهي. شايف الفطير عامل ازاي؟ ما شاء الله. بتاع العجين دي فتحه اهي، دي بتبقى تحت اهي، هبدا احطها تحت زي كده، وهبدا ان انا افرد زي ما حضراتكم شايفين كده، اربعها هبدا اقلب العجينه اهو، هقلبها تبقى الفتحه جوه، وهبدا اجيب كل طرفين قصاد بعض زي كده كده، هبدا ان انا اضغط عليها زي كده، الطرف الثاني عليها العكس بتاعها اهو، مع كل طرف احطه اضغط عليه اهو، زي ما حضراتكم شايفين اهو وهضغط عليها زي كده واسيبها تريح 5 على ما اعمل بقيه العجين، فتحه تحت اهو، وهبدا اعمل كده. اهم حاجه يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس ويتابع الفيديو للنهايه عشان يوصلكم كل جديد، عشان الناس كلها تستفاد من مشاركه الفيديو. كده هبدا اقرص او اكور، التقريص او التكوير بتاع اهو، هبدا ان انا ببطن ايدي كده اهو، هبدا الم العجين كده ببطن ايدي من كل الجوانب كده، بحيث ان انا اجمعه في نقطه واحده تحت اهو، حضراتكم شايفين اهو. وهبدا اجي كده ايدي يا جماعه، بطن ايدي في العجين اهو زي ما حضراتكم شايفين بطن ايدي الاثنين اهو، وهبدا اسحب بصابع من قدام كده بالراحه عشان ما اخرمش العجين، لو اتخرم باظ اهو، وهبدا اسحب اهو زي كده، اشد كده اهو، اضغط الحروف كلها يا جماعه تحت كده واشدها بالراحه كده اهو حضراتكم شايفين ببساطه خالص اهو. زي ما حضراتكم شايفين جمعناها تحت كلها اهو، شايفين عامله ازاي من تحت، كل العجين اتقرص، كل الطروف جمعتها تحت زي ما حضراتكم شايفين اهي. ده كده العجينه بتاعتي اهو، مفيش فيها اي فتحات ولا اي حاجه، والنعمه مفيش منها ما شاء الله. هعرف العجين كله بنفس الطريقه اللي حضراتكم شايفينها ديت اهو، هجمع كده الطروف زي كده اهو. خلاص قرصنا العجين كله اهو ما شاء الله كده خلاص. هبدا ان انا هجيب زيت زي كده اهو، هبدا اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، هبدا ان انا ادهن العجين بتاعي بالزيت زي كده اهو، عشان وشه ما ينشفش اهو، نفس الطريقه دي كده اهو. وكده هسيبه يرتاح 10 دقايق ربع ساعه، وهبدا افرد عشان ادخله الفرن. هبدا اول حاجه يا جماعه خلاص العجين ارتاح اهوت، نعرف ان العجين ارتاح ازاي اهو، صبعي اهو ما بيطلعش، مطرح ما صبعي حطيته العجينه موجود كده، الفطير ارتاح. هبدا بعد كده هدهن بس تحت الفطيره كده نقطه زيت اللي حضراتكم شايفين اهو، وهبدا العجينه بتاعتي اهي. طبعا هي ارتاحت بس فيها عرق بسيط جدا، وده انا محتاجه. ما هو يا جماعه ترتاح يعني ما تنامش خالص، العجينه ما تسيحش خالص، لان لو ساحت خالص ما عادش فيها اي عرق صاير
مش هتقب ولا هتعلى في الفرن، فلازق فيها عرق بسيط عشان في الفرن تكبر، يعني لازق فيها عرق بسيط كده شويه. هبدا دلوقتي ان انا افرد، هبططها كده وهبدا ان انا افرد بالطول بالعرض اهو. يا جماعه بالطول بالعرض حضراتكم زي ما انتم شايفين كده اهو. وهبدا ما افتحهاش للاخر بالشغل، هبدا بايدي بقى ابدا اظبط الداير بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. كده الفطيره بتاعتي يا جماعه هبدا ان انا اشيلها احطها في الصينيه اهو. هبدا احطها في الصينيه بتاعتي وابدا اظبطها في الصينيه بحيث انها تاخد مكانها في الصينيه زي كده. لو الناحيه تخينه شويه او في ناحيه سميكه عن الناحيه هبدا اظبط بايدي كده اهو. دي كده الفطيره بتاعتي يا جماعه، وهبدا انا انزل عليها شويه زيت. طبعا الزيت ده عشان يحمر وشها اهو. ادي وشها بالزيت زي كده، ماشيين مع حضراتكم خطوه بخطوه عشان يطلع معاكم فطير ممتاز اهو. كده خدنا الزيت وشها، هبدا اجيب شويه سمسم اهو، احط ايديا في السمسم زي كده اهو، وهبدا ان انا على وشها. طبعا السمسم ما يخش النار يا جماعه، بيعمل طعم جميل جدا مع الفطيره، خليها طعم زي ما حضراتكم شايفين اهو. دي كده الفطيره بتاعتي اهي، كده داخله على كل فرن. سيبها 5 دقايق وادخلها كده بعد ما فردنا الفطير خلاص. دي الفطيره الكبيره يا جماعه اللي احنا قلنا مضاعفه، ديت وزنها كيلو زي ما حضراتكم شايفين، قد الصاج 40 60. ودي طبعا الفطيره اللي هي نص كيلو زي ما حضراتكم شايفين. يبقى كده ده شكل الفطيرتين، دي نص كيلو ودي يبقى احنا كيلو 800. عملوا معانا 5 فطيرات وسط اللي هي ديت، وفطيره من الكبيره اللي هي ديت ان شاء الله. ده كده العجين خلاص، هندخل الفرن على طول 5 دقايق وبندخل الفرن. طبعا حضراتكم ده بعد ما دخل الفرن يا جماعه الفطير ما شاء الله طبعا بس طلع سخن مولع. السمنه البلدي يا جماعه معلقتين 3 كده سمنه بلدي عشان تشربها طالعه من الفرن كده، عشان الفطير بتاعنا بسم الله ما شاء الله ما حضراتكم شايفين اهو. تختار الفرن الغاز يا جماعه بيبقى احسن من الفرن الدوار، حاجه بسم الله ما شاء الله. معلقتين 3 سمنه بلدي كده، شوف اللون شوف الشكل، يعطي اللمعه ويعطي طعم وحاجه ولا اروع باذن الله. 3 دقايق بالظبط اشرب سلمته واتفرجوا على الفطير عامل ازاي. طبعا حضراتكم احنا كده خلصنا الفطير. طبعا ده يا جماعه زبونه لها الفطير بتاعها هتاخده وهتاخد على الصينيه بتاعتها زي نظام زمان بقى انتوا عارفين اهو. ده الفطيره ما شاء الله اهو، ما شاء الله. ده ارضيته يا جماعه الفطيره اهو. هنبدا نرصه في الصينيه. فطير خفيف وهش ومورق ومستوي من تحت ومن فوق، ده حضراتكم شايفينها ميه اهو. وطبعا بكده دي الفطيره الكبيره اللي احنا كنا عاملينها الكبيره لوحدها بسم الله ما شاء الله. الشكل خفيفه طريه كده يا جماعه، يعتبر احنا كده عملنا الكورس اللي هو بتاع الفطير بكل تفاصيله للساده المشاهدين. زي ما انتم حضراتكم شايفين الفطيره بسم الله ما شاء الله مورقه ازاي زي ورقه كراسه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.